عرفنا بنفسك. شادن علي، جرافيك ممبر في 180 درجة. دخلت في 180 في ريكروت 21. اوكي، انا تماجد، دخلت تيم سنة 2020 في سنة تالتة حاسبات القاهرة. انا جيلين هشام، تالتة حاسبات حلوان واسم ان ممبر في 180 درجة، ودخلت التيم في الريكروت بتاع السنة اللي فاتت. انا احمد غلاب، انا خريج حاسبات معلومات جامعه حلوان 2018. دخلت 180 2016. كنت بي ار اف ار في 180. انا اسمي مها، في رابعة حاسبات جامعة القاهرة. دخلت التيم في 2019، دي رابع سنة ليا في التيم. انا مروان حاتم، بي ار اف ار ممبر في 180 درجه. دخلت في 2019 ودي رابع سنه ليا في التيم. انا احمد مدحت، سنه رابعه حاسبات عين شمس، ودخلت التيم سنه 2020 ودي ثالث سنه ليا في التيم. ايه السبب اللي خلاك تفكر تدخل التيم؟ انا عرفت التيم، كنت دخلت ستارت كورس 2019، كنت لسه في سنه اولى. كنت تايه وما اعرفش اي حاجه عن الكليه ومش عارف اي حاجه عن البرمجه. ساعتها بقى دخلت كورس، وساعتها كان الانستراكتور ساعدني جدا، ولحد دلوقتي هو اللي لحد دلوقتي بيساعدني، وهو ده السبب اللي خلاني ادخل التيم، ان انا خدته زي قدوه ليا، وحبيت ان انا اخش المكان ده وابقى زيه واساعد الناس، وممكن اكون اثر في الناس دي ان هي يبقى ده الكارير بتاعهم بعد كده. بعد تنسيق الثانوية العامة مجالي حاسبات القاهرة. حضرت النيو ستيج 14، ووقتها ما كنتش حابة الكلية، كنتش داخلها برغبتي، فدخلت النيو ستيج وقلت مش هخسر حاجة، خلينا نجرب. وبعدين خرجت من النيو ستيج شخص تاني خالص، حابة الكلية ومتحمسة ليها وكأني داخلها بإرادتي. فلو أنا لسه مكملة في الكلية لحد دلوقتي، فالفضل كله يرجع ل 180 درجة. ماشي، هو حاسه سبب يعني ما قابلتش ناس كتير يعني دخلت عشانه. انا ما كنتش حضرت نيو ستيج اللي هو اغلب الناس بتخش 180 عشانه. وبعد كده هو دخلت الجامعه، ما كنتش عارف حد خالص، وبعد كده هو اتعرفت على شويه ناس هناك في الجامعه. بعد كده هو حاسس ان انا عندي وقت ممكن استغله في حاجه مفيده. طب اشترك في جمعيه خيريه، احاول اساعد الناس بنفسي، احاول حاسس ان انا عايز اعمل حاجه. ايه هي الحاجه دي؟ انا مش عارف اوظفها ازاي. بعد كده هو حكيت للناس من صحابي يعني ان احنا عندنا وقت يا جماعه، ما تيجوا نستغله في حاجه مفيده. فحد قال لي طب ما انا عندي حل. فقلت له ايه؟ قال لي في سنه اكتيفيتي اسمها 180 درجه. السنه ديت بتساعد الناس، ومخصصه بقى يعني شغل منها لمساعده الناس بوجه عام والطلبه بوجه خاص. بتعمل شويه كورسات، بتعمل بتساعد الطلبه، بتعمل شاريتي. حلو ده، انا عايز اعمل شاريتي. طيب بتعملوا ايه؟ حبيت اساله وابتديت اعرف منه. قال لي احنا بنساعد الناس في الشتاء، بنحاول ان احنا نجيب بطاطين، نحاول نجمع من بعض، نحاول ان احنا ناكل من الناس وهكذا. وفي رمضان وبتاع، عارف انت الناس اللي هي كانت بتجري ورا الميكروباصات في رمضان، ده انا عشان خاطر اروح اديهم تمر واحدف عليهم عصير وكده. فلقيت نفسي حسيت ان انا لا، انا في المكان ده. بعد شويه كده سالت نفسي طب انا هقدر اخش؟ طب انا اقدم مسؤوليه؟ هقدر انظم وقتي؟ حاسس ان الاجابه لازم تكون كل الاسئله اللي سالتها لنفسي لازم تكون اجابتها ان انا انا هناك انا عاوز اساعد الناس عن طريق 180. كان بالنسبه لي ان انا اول ما دخلت الكليه كان تيم 180 درجه هو اللي استقبلني في اول يوم خالص، ما اعرفش حاجه، فاستقبلوني ابتسامتهم الجميله، وبصراحه ساعدوني اليوم ده جامد جدا، وما سابونيش من اول ما دخلت باب الكليه لحد ما خلصت كل اللي انا عاوز اعمله في اليوم ده، وعرفوني كل حاجه عن الكليه عين شمس يعني في اليوم ده. فبصراحه حبيتهم جدا في اليوم ده، وكنت مصمم ان انا لازم ابقى معاهم. التيم غير فيك ايه؟ في الواقع هو التيم مش مجرد غيرني، انا التيم حولني تماما. يعني انا كنت اتحولت من شخص ما بيعرفش يتكلم خالص، لمنعزل ما بعرفش اكلم ناس خالص، لا بحب اتعرف على الناس كلها اللي في حياتي، اي شخص اقابله لازم اقعد اتكلم معاه واعرفه. فدي كانت اكبر بوينت فارقه معايا. في البدايه انا دخلت التيم وكنت لسه في سنه اولى، ما كنتش اعرف اي حاجه عن الكليه، وكان التيم هو العلامه الفاصله في حياتي، ان انا اتطور اكتر واعرف ناس اكتر، وان انا اصلا اطور من شخصيتي. الموضوع ده كان واخد مني حيز كبير جدا بره التيم، لكن لما دخلت التيم لقيت ان الكوميونتي اللي موجود فيه هو اللي فعلا قدر يعني ينقلني من شخصيه لشخصيه ثانيه، خلاني اقدر اشتغل تحت ضغط، اشتغل مع تيم، اشتغل كمان في اي وقت، في حته ان انا يبقى في كليه وفي شغل بره الكليه وفي كمان حاجات في التيم. فالموضوع بالنسبه لي تنظيم الوقت بقى حاجه سهله جدا.
فكل الحاجات دي انا اتعلمتها في مكان واحد هو 180 درجه اتعلمتها هنا. التيم حرفيا غيرني على هو اسم على مسمى. التيم حرفيا غيرني 180 درجه. مدحت او احمد اللي كان قبل التيم غير مدحت اللي كان بعد 3 سنين من التيم او بعد 2 سنين من التيم. حرفيا انت لو سالت اصلا اي حد يعرفني انا يعني ولا كنت اعرف اتكلم مع الناس ولا اعرف اتعرف على ناس. دلوقتي تقريبا اعرف ناس كتير جدا. الناس بدات تستغرب اللي هو يعني انت ازاي اتغيرت كده. فحرفيا التيم غير في شخصيتي كتير. خليني اكتر احب ان انا اساعد الناس وان انا اتعرف على الناس وان انا احاول اساعدهم على قد ما اقدر حتى لو ده ممكن يجي على وقتي بس عشان بلاقي قصاد ده بلاقي مقابل. يعني بلاقي مقابل ده ممكن اضعاف اكتر بكتير. هل استفدت من التيم لما دخلت زي ما انت متوقع ولا لا؟ استفدت من التيم كتير قوي قوي قوي. يعني لو قعدت اقول من النهارده لبكره فمش هيكفي انا استفدت من المكان ده قد ايه. هو الحقيقه مش بس ان انا استفدت، هو انا اتعاملت مع ناس كتير جدا. فدايرتي ما بقتش اللي هو يا دوبك على دايره الجامعه وخلاص، لا ده هي بقت دايره واسعه مش بس من جامعه القاهره، ده من جامعات تانية كتير قوي. انا ممتنه حقيقي للمكان ده، ممتنه 180 جدا، غيرت فيا حاجات كتير قوي. بصراحة 180 درجة فرقت معايا كتير في الدراسة. فكرة أصلا إن أنت تبقى موجود وحواليك ناس دايما بتساعدك، سواء ناس أكبر منك أو في سنك، في مواد الكلية أو في المشاريع أو في أي حاجة تحتاجها، فأنت دايما عندك حد بتقدر تسأله وتاخد من خبرته. وكمان فرقت معايا في الدراسة إن أنت بس فترة الدراسة مش بس بتروح الجامعة وامتحانات ومذاكرة وبس، لا أنت في حاجات تانية بتعملها، في أكتيفيتي تانية بتعملها، وفي سكيلز كتير بتتعلمها. فكانت بصراحة بتفرق معانا قوي في فكرة يعني في نفسيتنا كمان، يعني بعيدا عن الدراسة، فدي كانت مفيدة جدا. وكمان اتعلمت في 180 درجة إن هي 180 درجة أصلا ساعدتني إن أنا أشتغل وأنا بدرس، وعلمتني اللي هو لما أنا خرجت بقى للشغل إزاي إن أنا أعرف أتعامل مع مديري أو مع الناس اللي أنا بشتغل معاهم. لأن في 180 إحنا بنتعلم إن إحنا دايما بنطلع الشغل في حب واحترام بينا، فلما طلعت بره عرفت إن أنا أتعامل مع الناس بده يعني. تمام. هو مبدئيا هو التيم اثقل السكيلز بتاعتي في كل حاجه، اذا كانت سكيلز في نون تكنيكال او تكنيكال. بس هي ببساطه يعني انا الشغلانتين اللي اشتغلتهم بعد الكليه كنت بعدي من HR ذات يعني مجرد ان هو تعرف تعمل كده. انا عملت كده قبل كده في سند اكتيفيتي كان اسمها 180. طب 180 تعمل ايه؟ فاقعد احكي على 180 وتاريخ 180 وكنا بنعمل ايه في 180. فكان يعني الاتش ار انترفيو كان بالنسبه لي سهل جدا، لان انا كنت كنت بعمل ايه في 180. انا كنتش حتى برتجل، يعني كانت مواقف كنت مريت بيها وعديت بيها. ده بالنسبه للشغل. غير الشغل 180 علمتني حاجات كتير جدا، ان انا ازاي اتعامل مع الناس، ازاي اقدر ان انا اكون بي ام بروجكت، او ان انا اكون تيم ليدر، او ان انا اكون ممبر عادي. ده كله شكل شخصيتي، خلاني زي ما انا دلوقتي. وانا يعني فعلا ممتن جدا لسند اكتيفيتي 180. استفدت على كل الجوانب بتاعتي في شخصيتي وفي مستوى الدراسة ومستوى الناس الجديدة اللي أنا عرفتها. وكل شخص جديد اتعاملت معاه استفدت منه بطريقة مختلفة وأضفت حاجة جديدة. فأنا بجد ممتنة للمكان اللي أنا فيه ومبسوطة إن أنا موجودة هنا وسط الناس دي. ولو رجع بيا الزمن تاني فأنا هختار إن أنا أقدم تاني ومش هفوت الفرصة دي أبداً.